السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حضراتكم لو حد فتح الفيديو يكمل ويسمع الكلمتين دول عشان يعرف ايه مشكلة النادي الاهلي دلوقتي، ويعرف هل المدير الفني الجديد اللي هو يستروب النهاردة في ماتش سيراميكا هيبين لنا اذا كان هو مدرب حقيقي جاي يعمل حاجة ويعمل بصمة يعني في النادي الاهلي، ولا هو جاي ياكل عيش. هقول لك دلوقتي نقطة مهمة جدا من خلالها لما تشوف التشكيلة بتاعة الاهلي قصاد سيراميكا النهاردة هتعرف من خلال التشكيلة دي انه المدرب ده لا اما جاي يعمل حاجة لا اما انه هو جاي ياكل عيش. رقم واحد انه بالنسبة للمدربين اللي جم دربوا النادي الاهلي زي كولر او غيره من المدربين اللي جم، واللي هو الاسباني ريبيرو دوت، وبعد كده يستروب ومن قبله مدربين. الغريبة ان هم اتفقوا كلهم على يعني عدد من اللعيبة ثابتة ما بتتغيرش، زي محمد هاني، زي ياسر ابراهيم، زي مروان عطية، زي كتير من اللعيبة اللي بقت حاجة ثابتة لا يمكن ان تتغير ابدا. هنا النقطة بقى. طيب المدرب الجديد ده لو عنده جرأة وعنده حاجة يقدمها وعنده حاجة كبيرة يقدمها، هل يستطيع المدرب ده ان يلعب في الثوابت دي ولا لا؟ هنا هقدر اقول لحضراتكم اذا كان المدرب ده قادر انه يعني يورينا وش تاني غير وشوش المدربين بتاع اللي بتيجي الاجانب اللي بتيجي بتسمع الكلام. لعيب زي محمد عبد الله، انا هخش في الموضوع على طول. اللاعب دوت لما نزل ماتش المصري في الدوري الماتش اللي فات اثبت نفسه، قدر يعمل اختراقات. لعيب صغير في السن، كويس، مهاري نوعا ما، وعنده الشغف ان هو يلعب ويمارس كرة القدم. هل اللاعب ده في ماتش سيراميكا هيبدأ بيه اساسي على حساب لعيبة زي بن شرقي وتريزيجيه واللعيبة دي كلها، ولا فكرة انه التأثير عليه من قبل اللي حواليه يعني في الجهاز الفني المصريين، يعني عشان خاطر عيون لعيبه زي تريزيجيه وبن شرقي وغيرها من اللعيبه ومحمد هاني واللعيبه ديت ومروان عطية، عشان خاطر عيون اللعيبه ديت هيأثروا عليه ويخلوه يحط التشكيل الاساسي في نفس الوجوه مش عايز اقول كلمه يعني ما اتحاسب عليها، لانه هي بصراحه اصبحت اللعيبه ديت خلاص، هي اللعيبه دي بقت مليونيرات وما عندهاش الشغف ان هي تقدم حاجه للنادي الاهلي. يبقى النقطة الأساسية لما تشوف التشكيلة بتاع النادي الأهلي قصاد سيراميكا كليوباترا النهاردة لازم تشوف أساسي لاعب اللي اسمه محمد عبد الله. لو شفت حاجة إضافية زي مثلا لاعب تاني، لو هو أساسا خد يعني لعيبة شباب معاه ولاعب لعيب شاب مثلا مكان محمد هاني أو مكان ياسر إبراهيم أو مكان مروان عطية، فده هيديني مؤشر كويس جدا على إنه المدرب ده بيعمل حاجات من دماغه، وإنه جاي يعمل حاجة للنادي الأهلي، مش جاي يسمع الكلام وخلاص. يعني اللي احنا شفناه من المدربين السابقين للنادي الأهلي إن هم بيجوا يسمع الكلام، حط التشكيله المعروفه اللي زي ما يكون قران، يعني استغفر الله العظيم يا رب، حاجه كده ما بتحصلش في الدنيا كلها. لا، انا نفسي مدرب يجي يحط لي لاعب ناشئ، يحط لي لاعب شاب يجرب. انا نفسي ده، يعني مش كل حاجه اعتماد باك يمين محمد هاني، باك مش عارف شمال كوكا بقى، قلب دفاع ياسر ابراهيم، خط النص لازما مروان عطيه. لا، لو لعب محمد عبد الله دي بقول اهو في اول ماتش يبقى المدرب ده عايز يعمل حاجه، لو ما لعبش بيه يبقى المدرب ده